السلام عليكم جميعا. تعالوا النهارده نعمل بقى صينيه بطاطس بالكفته خفيفه كده، وجبه حلوه قوي هتعجب الصغير والكبير. دايما بجيب اللحمه المفرومه، بحاول ان انا مسيحهاش قوي، بجيبها برضو اول ما بخرجها من الفريزر بفضل افركها شويه كده لحد ما تسيح معايا خالص. وجبت التوابل بتاعه الكفته، هي تلاقوها موجوده تفصيل. وكمية البطاطس والبصل مش هنحددها عشان برضو اللي عاوز هيعمل صينية كبيرة او كده، بس انا استخدمت 3 بصلات كبار دول هفرمهم كويس قوي. وهاخد البصل بس من غير العصير بتاعه. وبقطع، بحاول اجيب برضو البطاطس احجام قد بعض كده علشان تطلع مستوية مع بعضها. فبتقطعها ترانشات كبيرة كده علشان هنحطها في نص الكفتة زي ما احنا عاملين. في بقى عندنا كده شوية بقدونس وشبت مقطعهم رفيع قوي، بيدوا طعم حلو قوي برضو للكفتة. وهنضيف عليها البهارات بتاعتنا والحاجة بتاعتنا اللي موجودة دي كلها بعد ما قلبناها كويس. انا بجيب اللحمة كويس برضو، يعني تبقى لحمة حمراء بس فيها جزء بسيط كده دهون. وزي ما احنا شايفين كده فرمت البصل كويس قوي وبعصره، باخد البصل نفسه او تفل البصل بقى لو حد عارف القصة دي. العصير بقى بشيله لوقت تاني. بتتبل بيه بقى اللحمة المشوية او الفراخ المشوية، او لو حبيت اتبل بيه الفراخ البانيه برضو. كل ده بعصير البصل بيديله طعم حلو قوي. بحط معلقة بيكنج باودر كده بتخلي اللحمة طرية وليها طعم كده حلو قوي. وبندي معلقة بقسماط علشان لو في اي سوائل موجودة في اللحمة ما تفكش مننا، يعني تشربها وما تفكش مننا الكفتة. بس وبقطعها كده كلها زي بعض زي ما احنا شايفين كده. بشيل مية البصل في الفريزر في كيس، تفضل معايا بقى في اي وقت اطلعها. واجيب الصينية بقى بتاعتي وارص بقى الكفتة. باخد بس الاول زي ما احنا كده قسمنا الكفتة كده كراريات صغيرة، وبحط شوية ملح وفلفل على البطاطس واقلبهم مع بعض الاول عشان كله يشرب من التتبيلة مع بعض. وادي الكفتة اهي احطها. انتوا عارفين الرصة دي بقى ورق كفتة ورق بطاطس. ناس كتير قوي عملتها وعجبتني جدا صراحة، قلت اجربها لقيت طعمها جميل جدا. انا كنت الاول بعمل صينية البطاطس عادية وبحط فيها كرات الكفتة، بس صراحة احنا بنستفيد من بعض.